بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان نصائح وتوجيهات تعين على الثبات، ألقاها فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على أبنائه الطلاب والزوار بمنزله العامل بمكة المكرمة عصر الجمعة 12 من شهر شعبان عام 34 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أرحب بالإخوة الكرام في هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن طالب العلم الله يكرمه إذا أخلص لله سبحانه وتعالى في طلبه وأراد به وجه الله تبارك وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فاستشعروا هذه الأمور، الإخلاص وهذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طلب العلم منزلة عظيمة، والعلم منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا إشادة بأهل العلم، وأن العلم الصحيح يورث تقوى الله وخشيته ومراقبته سبحانه وتعالى. والله من إكرامه العلماء قال في شأنهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم لا يكون له هذه المنزلة عند الله، والعلماء لا يكون لهم هذه المنزلة عند الله إلا إذا قام عليه العمل وثبت أهله على الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى علمنا في محكم كتابه في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من الركعات من الفرائض النافل، علمنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط القيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى في آيات بالاستقامة على دينه وأمره سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا إخبار. قبلها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين التائبين معه أن يستقيموا كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني المؤمنين. ولقد استقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام أصحابه على أمر الله ودينه، ونهضوا بهذا الدين ورفعوا رايته وجاهدوا في سبيله ونشروه في الآفاق في العالم، وأسلم على أيديهم الشعوب. وضع كل هذا من ثمار استقامتهم والتزامهم لأمر الله تبارك وتعالى. من تاب معك ولا تطغوا، الطغيان فتجاوز الحد. رسول الله وأصحابه الكرام ما تجاوزوا حدود الله تبارك وتعالى، ولكن من بعدهم، من بعد التابعين
يعني أثنى الله سبحانه وتعالى هذا الجيل الصحابة، أثنى رسول الله عليهم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا ينفون ويكثر فيهم السمن. ونشأت في هذه الأجواء السيئة فرق بلغت 73 فرقة كلها في النار إلا من ثبت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود الآية كما قلت ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير. الله رقيب وبصير يعلم حركاتنا وسكناتنا وخلجات قلوبنا، فلنراقب الله تبارك وتعالى ولنستحضر هذه المعاني فإنها تحجزنا عن الوقوع في المخالفات لأمر الله تبارك وتعالى، وتحدنا تحول بيننا وبين الطغيان وتجاوز الحدود. فاستشعروا هذه المعاني فيما بينكم وبين الله تبارك وتعالى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركن إلى الظالمين، والظالمون يشمل الكفار من اليهود والنصارى وسائر الوثنيين، ويتناول الظلمة الذين يظلمون الناس في دينهم وأراضهم وأموالهم، ويتناول أهل البدع والضلالات. فالركون إليهم الميل إليهم، فلا تمل إليهم، فإنك إذا ملت إليهم شاركتهم فيما هم فيه من الضلال، وشاركتهم فيما هم فيه من الظلم. ظلم تسلط على عباد الله تبارك وتعالى في أعراضهم وأموالهم، والتسلط على دين الله بالكفر والطغيان والفجور، وكل ذلك يدخل في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظالمين يؤرضك لدخول النار، وما لكم من الله من ولي ولا نصير. ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الظلم فتمسكم النار ثم لا تنصرون. من ينصرك من الله تبارك وتعالى؟ من ينقذك من الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يؤدبك سبحانه وتعالى؟ لا أقرباء ولا ملوك ولا الذين كنت تركن إليهم في الدنيا من الظلمة والطغاة. بارك الله فيكم. شوف الآن كثير من الحكومات تركن إلى الكفار وتأخذ بأفكارهم وتأخذ بمبادئهم، ديمقراطية، انتخابات، الكلام الفارغ. بارك الله فيك. كل هذا ركون إلى أعداء الله سبحانه وتعالى. فهذا وعيد شديد، لو لم يكن إلا هذه الآية في هذا الوعيد لكفى والله. والرسول يقول شيبت هود عليه الصلاة والسلام وأخواتها، فسألوه فقرأ عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت أنت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه كان رسول الله يحسب لها 1000 حساب، فلنحسب لهذه الآية غاية الحساب، ونحذر من الوقوع في مخالفتها غاية الحذر. والله سبحانه وتعالى أثنى على المستقيمين، وأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا، قال ربنا الله وحدوه وأخرجوا الدين وثبتوا على هذا التوحيد، لأن التوحيد لا إله إلا الله له مقتضيات، تقتضي العمل، تقتضي خوف الله ومحبته واللجوء إليه في الشدائد والكروب والخوف منه وتعظيمه وإجلاله. قالوا ربنا ثم استقاموا، التزموا الأوامر، التزموا النواهي، اجتنبوا النواهي. بارك الله فيكم. يضعون كتاب الله، نصوص كتاب الله والسنة رسوله نصب أعينهم، فما ورد فيها من نهي اجتنبوه من الصغائر والكبائر.
ما ورد فيها من الأوامر نفذوه رغبة فيما عند الله وطاعة وانقيادا لله تبارك وتعالى. فتعاملوا مع الله ومع القرآن ومع السنة بهذه الروح الطيبة التي تنطلق من الثبات والاستقامة. ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة عندما يحتضر في حال النزل، تأتي الملائكة تبشر. الله أكبر. تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من شيء في المستقبل، ما أمركم إلا رضا الله عز وجل والنعيم في القبر وفي الجنة بعد ذلك، لأن المؤمنين ينعمون في قبورهم، أرواحهم في حواصل الطيور الخضر تسرح من الجنة حيث شاءت. الله أكبر. ويفتح لأحدهم في القبر يوسع له في قبره حتى يرى مدى البصر، جسده في راحة وروحه في عليين. احرصوا على هذه الأشياء، ابتعدوا عن المعاصي، ابتعدوا عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، احرصوا على مرضات الله في أقوالكم وأعمالكم وسائر تصرفاتكم، تنالون هذه المنزلة عند الله. ويحب الله المتقين ويحب الله المحسنين. إذا أحبك الله ما شيء وراء هذا. بارك الله فيك. ولا يحبك الله إلا إذا كنت مستقيما ثابتا على أمره ودينه. الله لا يحب الفاسقين ولا يحب المجرمين ولا يحب الظالمين ولا إلى آخره. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتوفانا على الإسلام، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. طيب، جزاكم الله خيرا. يقول السائل من سلطنة عمان. السائل من سلطنة عمان. يقول: ما رأيكم في جماعة يسمون أنفسهم بأهل الدعوة وهم حريصون على الخير كما نحسبهم والله حسيبهم، وينتقلون من منطقة إلى منطقة من باب وينتقلون من منطقة إلى منطقة، جماعة التبليغ هذه من باب نشر الخير، ولكن عندما يأتون إلى منطقتنا يقرؤون علينا من رياض الصالحين وبعض قصص الصحابة ويشجعون على الناس على الخروج معهم. جماعة التبليغ ما يحتاج يعرفهم هؤلاء أهل ضلال وأهل بدع. هل تنصحنا بالجلوس معهم والخروج؟ لا يجوز الخروج معهم والجلوس ولا الركون إلى هؤلاء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا مشيت معهم أيدتهم على باطلهم وضلالهم. هم ضد التوحيد وضد السنة وضد أهل التوحيد وضد أهل السنة، وهم معطلة لصفات الله تبارك وتعالى، ماتريدية. بارك الله فيك. هم صوفية يبايعون على طرق صوفية فيها الشرك، فيها الحلول، فيها الوجود، فيها كل أنواع، يبايعون على هذه الأربع طرق. يعني الصوفية الغلاة مثل التيجانية والمرغنية وغيرهم يبايعون على طريقة واحدة، أما هم يبايعون على أربع طرق ما تكفيهم طريقة واحدة، فهم من شر أهل البدع والضلال. بارك الله فيكم. ثم من أجهل الناس، والذي يمشي معهم من أجهل الناس، وإذا عنده علم يضيع. بارك الله فيكم. إذا عنده جاءني ناس من مصر دقوا بيتي خرجت، ماذا تريدون؟ قالوا والله نبغى فلان من رؤوس التبليغ. قلت والله أنا ما أعرفه، أسمع عنه لكن ما أعرفه ولا أدري أين هو، لكن تفضلوا. يعني يتلكأوا، شديت عليهم طلعوا. جلسنا قدمت لهم الشاهي وكذا، آنستهم شوية بعد سألتهم: منذ كم أنتم مع جماعة التبليغ؟ قالوا من 12 سنة. قلت: تعلمتم منهم شيئا؟ قالوا: كثير. قلت: تعلمتم منهم لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما فيش جواب. بارك الله فيك. لأنهم ما يعلموا معنى لا إله إلا الله. إذا علموا معنى لا إله إلا الله الحقيقي ينفضل الناس عنهم، لأنهم فوادي ولا إله إلا فوائل. معنى لا معبود بحق إلا الله. بارك الله فيكم. فقلت لهم: يا أولادي، لو أنكم طلبتم العلم في بلدكم وجلس كل واحد في بلده بعد ما يتعلم وينشر العلم والخير،
لا نفع الله به. أما الآن والله ما تقدر تنفع أحد، بل تضرون ولا تنفعون. فكم ضل بهم، كم من الناس ضلوا بهم، ثم هم الدنيا مفتوحة لهم، الدنيا كلها مفتوحة لهم، روسيا، إيران، بريطانيا، أمريكا، ما شاء الله علاقاتهم مع الدول كلها. بارك الله فيك. حياكم الله. تفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فلا تلبس في السؤال يا أخي. السائل يقول اتق الله، لا تلبس على الناس. حياكم الله. يقول السائل ما أهم وأفضل، وكم كتب فيهم العلماء، وكم طعن فيهم العلماء، وكم حذر منهم العلماء. كتاب التويجر رأيتموه، كتاب سقي الدين الهلالي فيهم، وغيرهم أهل الحديث في الهند، أهل السنة ضدهم، وألفوا فيهم وحذروا منهم. ضال في غاية الضلال. يكفي أن عندها 4 طرق صوفية فيها الحلول، وحدة الوجود، ضلال، الشرك، البدع، كل بلاء فيها. نعم. يقول السائل ما أهم وأفضل الكتب التي تتناول فرض العين عقيدة وفقها وحديثا؟ بارك الله فيكم. كل الكتب الإسلامية تتناول هذه الأشياء. بارك الله فيكم. منها كتب ابن تيمية وابن القيم، زاد المعاد، هذا من أفضلها، علم وأدب وأخلاق وكل شيء فيه. بارك الله فيكم. كتب أخرى المغني لابن قدامة، وبارك الله فيكم، وغيره، مجموع للنووي. نعم. يقول السائل الذي يسب الله عند الغضب، فهل يجوز إلقاء السلام عليه أو لا يجوز، وكيف نتعامل معه خاصة وأننا نتقابل يوميا؟ الذي يسب الله كافر زنديق، وليس له جزاء إذا كان دولة إسلامية إلا السيف. بارك الله فيك. وفي بعض البلدان يسبون الله، اليهود ما يسبون الله، والنصارى ما يسبون الله، والهندوك ما يسبون الله، وظل دول الإسلام ما يسبون الله. وصار لهم عادة، صار عادة إذا غضبته ما يجد إلا الله يسبه، ما يجد شيء قدامك قرود، قدامك خنازير، قدامك كلاب، قدامك كفار. كيف تترك هذه الأشياء كلها تسب الله؟ هذا كفر وزندقة. بارك الله فيك. نعم. يقول السائل حفظكم الله تكثر أحيانا الخلافات وسوء التفاهم بين الإخوة السلفيين أنفسهم، فما توجيهكم ونصائحكم كي يكون الإخوة السلفيون على قلب رجل واحد ويتفادوا الفتن والنزاعات؟ هذا ناشئ عن الضعف في تقوى الله والثبات والاستقامة. لو كان هناك ثبات واستقامة على أمر الله الحق ما تجد مثل هذه الأشياء، ولكن فيه هناك أمراض نفسية، فليتخلصوا من هذه الأمراض النفسية وليثبتوا وليستقيموا الحق، وسيكونوا كالجسد الواحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنا أوصيهم بتقوى الله والثبات والاستقامة، وأوصي نفسي بذلك قبلهم. بارك الله فيك. والحرص على التآخي والتحاب والتواد والتذاور في الله تبارك وتعالى، بدل أن يتبادل البغضاء والشنآن والكراهية يتبادل الحب والتراحم والتعاطف. ثم مما يبعدنا عن الخلافات أن نتجنب كل الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة. هذا يروح مع التبليغ والسلام يروح مع التبليغ، ما أقدر أتركه، تسبب في الفرقة والفتن. هذا يروح مع الإخوان، هذا يروح مع الجهة الفلانية، مع الحزب الفلاني، يروح مع الطائفة الفلانية، تسبب في الفرقة وتسبب في بارك الله في تفريق السلفيين والخلافات بينهم. والأسباب كثيرة ما يحصيها إلا الله عز وجل. فتجنبوا أسباب الخلافات تماما، واحرصوا على التمسك بالكتاب والسنة والتذاكر فيما بينكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تأتلف قلوبكم وتجتمع بارك الله في قلوبكم وأجسادكم على الحق والخير. نعم. يقول السائل ما حكم تخفيف اللحية ليس حلقها بالموس؟ أرى أنه لا ينبغي أو لا يجوز تخفيف اللحية إلا إذا فحشت بعضهم تصل لحيته
إلى ركبتيه في بعض البلدان، فهذا معذور يخفف منها. أما للحية عادية فلا يجوز له أن يمسها من قريب ولا من بعيد. بارك الله فيك. فالذي يأخذ من لحيته يتشبه باليهود، والذي يأخذها يتشبه باليهود والنصارى، فإن المتدين منهم بارك الله فيك يأخذون منها، وغير المتدين يحلقونها، كذلك الرافض أيضا يأخذون منها ويتركون. فلنكن أهل السنة بارك الله. والرسول أمر بتوفير اللحى وقص الشوارب عليه الصلاة والسلام، بارك الله. قال خالف اليهود خالف المجوس، ففي توفير اللحى رجولة وتحياء للسنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنها من الفطرة، من الفطرة. توفير اللحى من فطرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يحترم لحيته إن شاء الله احترم هذه الفطرة، ويعني وضع نصب عينيه اتباع الرسول واتباع الأنبياء قولها عليهم الصلاة والسلام في هذه السنة. نعم. يقول بس من أرى يكفي طيب بارك الله فيكم. شيخنا الشيخ زيد وطلبة العلم يقرأوك السلام. والسلام وبركاته. حياكم الله، ثبتنا الله وإياكم على الحق والهدى وجعلنا من أنصار دينه. وهذا مسجد يا شيخ؟ هذا في ليبيا، في تونس، في المغرب، على كل حال عندهم المشاكل هذه. هذه المقبرة عن يمين المسجد، وهذه مقبرة عن يساره. هنا ممر، وهنا ايه؟ ممر طريق المسجد، وهذه دورة مياه، وهذا مسجد وهذا الساحة. على كل حال إن كان قصد بوضع هذا المسجد التقرب إلى أهل المقابر هذه فلا يجوز هذا. اسمع، وإن كان بني المسجد ثم الناس وضعوا المقابر عن يمينه ويساره وما وضعوه في قبلته، بارك الله فيك. وهذا إن شاء الله ما فيه محظور إن شاء الله، بل محظور أن يكون القبور في القبلة وبدون حائل. لكن أنا أخشى من شيء، هو أن المسجد هذا وضع هنا من أجل ولي الفلاني في هذا المقبرة، من أجل ولي الفلاني في هذا المقبرة. إذا كان وضع على هذا الأساس فهذا باطل. نعم. هو مسجد قديم جدا منذ 100 سنة أقدم يعني، والمقابر هذه طارئة. نعم، هو يتوسع أن أصبحت المقابر طارئة. نعم طارئة، كانت صغيرة ثم توسعت المقابر. خلاص، كان أولى أن يبعدوها عن المسجد، لكن ما نقدر نحرم. القبة في الأسفل، هذه قبة خضراء في ركن المسجد، في قبل المسجد، والله ما أعرف، في ركن المسجد، في الركن. نعم في ركن المسجد. نعم، لا يجوز قبل الولي. نعم، ويقولون ولي. أنا أخشى أن هذا المسجد أنشئ من أجل هذا الولي، ولو قديم. القبر هذا قديم، أنا ما أعرف يعني قديم جدا. متأكد إذا كان أنشئ من أجل القبر هذا هو باطل، ما يجوز. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.